أهلا، معاكم سارة، والنهاردة هشارك معاكم 4 أفكار مختلفة لغدا صحي مشبع للدايت. هيساعد انكم تخسوا بسرعة بدون اي حرمان. وما تنسوش تتابعوا سلسلة الغدا الصحي لأفكار تانية مختلفة. أفكارنا النهاردة بجد مختلفة جدا جدا، مش هتحسسنا بأي حرمان، وكمان مختلفة عن اللي قدمتها قبل كده. كل مرة أفكار جديدة. يا رب تكون بتعجبكم السلسلة دي وتكونوا بتتابعوها. يلا نبدأ على طول بأول وصفة معانا النهاردة. اكيد لما بنعمل دايت بنكون عايزين ناكل اي حاجه كريميه، وخصوصا المكرونه بشاميل. حابين ناكل وايت صوص قوي. ايه اللي يمنعنا ان احنا ناكله في الدايت؟ بس ناكله بطريقه تكون صحيه، وناكله بطريقه ما يبقاش فيها سعرات حراريه عاليه، وفي نفس الوقت بجد بجد والله الطعم في النهايه بيبقى حلو. في طاسه سخنه على النار هضيف عليها معلقه كبيره او معلقه صغيره خالص من زيت الزيتون لو هي مش بتلزق معايا جامد. هنزل بكور الفراخ. دي كانت عندي كفته من الفراخ انا عاملاها، صدور فراخ ضربها في الكبه، ومعاها خضار. حبيت ان انا اضيف معاها بقدونس وكزبره، ومعلقه صغيره خالص من دقيق الشوفان عشان تمسك الوصفه معانا، وملح وفلفل وكمون. حابين تضيفوا بصل معاها تقدروا تضيفوا، انا ضفت كمان بصلايه صغيره خالص، بحب فيها طعم التوم كمان فضفت معاها فص او 2 من التوم. هسيبها لحد ما تاخد لون من جميع الجوانب. ضفت هنا معلقه كبيره من الشوفان الصحيح. الشوفان هنا هيتحمص معايا، هيبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت بعد كده هيخلي الصوص بتاعنا يبقى تقيل من غير ما نضيف اي مواد دقيق مثلا او اي حاجه تانية عشان تمسك لنا الصوص بتاعنا. بعد ما قلبت كده هبدا ان انا اضيف عليه اللبن. ضفت نص كوبايه تقريبا من اللبن، وانتوا لو مش بتحبوا تستخدموا اللبن كتير، او في السعرات الحراريه بتاعتكم مش عايزين، او في النظام بتاعكم يعني عموما مش بتستخدموا لبن كتير، فهي نص كوبايه هيكون حلوه قوي. ونكمل بقيه الصوص بتاعنا او الكميه اللي احنا عايزينها من ميه سلق المكرونه، عشان انا هعمل معاها النهارده مكرونه. هسيب كل حاجه تغلي مع بعضها، وكون كور الفراخ استوت وبقت بالشكل ده. هضيف عليها المكرونة عندي هنا مش مستوية نهائي، يعني مش متكونش مستوية 100%. لا، انا عايزاها 3/4 سوا ونص سوا كمان، عشان بحبها تكمل سوا في قلب الصوص بتاعي، وبيبقى طعمها احلى واغنى واطعم كمان. وفي نفس الوقت هتخلي ان الصوص بتاعي يبقى كمان القوام بتاعه تقيل. شايفين كمية المكرونة اللي انا مستخدماها؟ مش مستخدمة كمية كبيرة خالص، هي مجرد على قد ايدي كده، من كبشة كده بايدينا ونستخدمها عشان ادي طعم احلى واغنى كمان للوصفة بتاعتي. ضفت عليها معلقة من صويا صوص ومعلقة من الورشستر صوص. اغطيه واسيب كل حاجة تمتزج مع بعضها، والصوص بتاعي يتظبط وكل حاجة تكمل سوا. لو لقيت في النهاية ان القوام عندي مش مظبوط، انا حابة ازود كمان كمية من اللبن، فهجيب ربع كوباية او نص كوباية كمان من اللبن. هضيف معاها معلقة صغيرة خالص او نص معلقة كمان صغيرة من النشا. اقلبها كويس جدا، هضيفها على الوصفة بتاعتي مع التقليب لحد ما الاقيها ان القوام بتاعها بقى تمام، واسيبها تغلي واقدمها. يبقى معايا كده فيها صوص، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها سعرات حراريه كتير، وطعمها بجد حلو قوي قوي. ومعايا الشكل النهائي زي ما انتم شايفين، بجد حلو قوي قوي. وضفت رشه كده من البابريكا ومن الاعشاب المجففه على الوش، كانت تحفه قوي. شايفين كميه البروتين مقارنه بكميه المكرونه؟ اكيد مش هاكل الوصفه دي كلها لوحدي، عشان كده انا زودت كميه شويه من المكرونه على اللي انتوا شفتوها في الاول. اقسم الوجبه بتاعتي دي ليومين. ممكن كمان كور الفراخ، كفتة الفراخ دي اقسمها ل3 مرات عشان هي الكمية بتاعتها كبيرة، فيكون عندي كده 3 وجبات يكونوا جاهزين. وجبتين هاكلهم بالمكرونة، ووجبة تانية هتكون فيها كفتة الفراخ. ممكن اعملها سندوتش مع العيش البلدي، ممكن اكلها مع سلطة، واكل معاها بطاطس اشويها. هقدر ان انا اتصرف فيها باي حاجة، ويكون عندي اكل جاهز قدامي في اي وقت. تاني وصفة معانا اللي بستنى بجد يكون فيه خس، ولو مش موجود او الموسم بتاعه مش موجود بجيب الخس الكابوتشا. بس بتبقى حلوة جدا الوصفة دي للصيف، بتبقى منعشة الاوقات اللي احنا بنقول مش عايزين ناكل او ملناش نفس ان احنا ناكل. بجيب جزرة وابشرها كده، جزرة وسط تقريبا او صغيرة على حسب الحجم او الوجبة اللي انا هاكلها. بصلة مقطعة مكعبات صغيرة، فص من الثوم مفروم ناعم، عصير ليمونة، وفلفل مقطعة مكعبات صغيرة، وطماطم كمان مكعبات صغيرة. لو عندنا فلفل الوان اكيد هيزود القيمة والشكل هيبقى احلى كمان. هضيف عليه معلقة كبيرة من الزبادي، عليها معلقة من صويا صوص او ورشستر صوص، او من الاتنين لو انتوا حابين. كانت عندي لحمة مشوية، زي ما بقول لكم لو متاح عندي ان انا بعمل الوجبة بتاعتي النهاردة مثلا بشوي فراخ او بشوي لحمة، ازود فيها كمية تانية فتكون جاهزة عندي بعد كده في اي وقت اللي انا اكلها، او تبقى عندي وجبة الغداء بتاعتي جاهزة، ازود عليها كام حاجة وتبقى كده مفيش اي تعب عندي.
هقلب كل حاجه مع بعضها كويس جدا. هنجيب الخس البلدي بقى بتاعنا الحلو كده، لو مش متوفر اكيد نستخدم الكابوتشا. هبدأ اعمله زي الساندوتش كده، وطبعا اكيد ده مشهور قوي وبديل للخبز، بتخليكم ما تاكلوش اي نوع خبز او تاكلوا اي حاجه فيها نشويات، وفي نفس الوقت بتسيطروا على السعرات الحراريه بتاعتكم، وممكن تزودوا من الكميه اللي انت هتاكلوها. يعني مش هتبقى بس كميه صغيره، لا شايفين الكميه دي كلها قد ايه؟ ما شاء الله. يعني دي بقى سعراتها مش كتير قوي، زي ما تاكلوا معاها رز، تاكلوا معاها مكرونه، او تاكلوا معاها عيش. وبألف هنا بجد، مشبعه ومنعشه جدا جدا. ويلا على طول في الوصفة اللي بعدها. الوصفة دي عكس الوصفة اللي قبلها. دي بقى من الوصفات اللي بحب اعملها جدا في الشتاء، اكلتي المفضلة في الشتاء. عندي هنا بطاطا، وعندي بطاطس كمان، انا بحضرهم يكونوا جاهزين عندي في الفريزر، بقطعهم وبعد كده افردينهم عندي في الفريزر يكونوا جاهزين، بطلعهم اعمل بيهم الوصفه دي. بطاطايه كده وسط، وكمان بطاطسايه وسط، معاها بصلايه كمان وسط، ومعانا شبت، بحب الشبت جدا معايا. لو مش حابين نقدر نبدله بالبقدونس والكزبره، ممكن كمان نضيف معاهم الشبت لو انتوا حابين. توم باودر ممكن نبدله بالفريش لو انتوا حابين. نص معلقه صغيره من الكمون، وكمان نص معلقه صغيره من البهارات، ونظبط الملح بتاعنا ورشه من الفلفل. بس دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها. على طول في حله هبدا اضيف كل حاجه مع بعضها، وهزود عليها حبه من الميه، كميه صغيره خالص، انا مش محتاجه كميه الميه تكون عندي كتير. اسيبها على النار واغطيها، ومع التقليب وكل شويه ابص عليها لقيتها محتاجه كمان شويه من السوائل، هضيف لحد ما الاقي كل الخضار اللي عندي استوى. وعلى ما يكون الخضار استوى هنجيب لحمه مفرومه، وهنضيف عليها البهارات اللي احنا حابينها. ضفت فلفل، توم وبصل باودر، بابريكا، بابريكا المدخنة بتكون هنا حلوة قوي، كمون، كزبرة، بهارات مشكلة، معلقة من صويا صوص. هقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا. انا ضفت هنا معلقة من دقيق الرز، ممكن نبدله بالبقسماط، هو مش هيكون صحي قوي، بس كوجبة مثلا عشان ناكل حاجة منها كمية كبيرة، يعني اكيد يعني كمية اللحمة دي مش هناكلها كلها، فناخد منها كمية صغيرة، فالكمية البقسماط اللي احنا هنضيفها المعلقة الكبيرة مثلا مش هتبقى كمية كبيرة بالنسبة اللي احنا هناكله. وممكن نبدله بدقيق الشوفان، انا بعملها معظم الوقت بدقيق الشوفان، وممكن ساعات بدخل معاها شوفان صحيح، بتكون حلوة، وكمان دخلت فيها حاجات كنت شبعني فترة اطول. ضفت معاها كمان نص معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر. هنشكل الكفتة بالحجم اللي احنا حابينه وبالشكل كمان اللي احنا حابينه. فانا سبتها على النار من غير اي زيت ومن غير اي حاجة، هي كفاية الدهون اللي هي موجودة فيها، وسبتها لحد ما تكون استوت. عندي هنا الخضار زي ما انتم شايفين، انا ما عملتهوش شوربه، يعني احنا ممكن نزود كميه الميه شويه، ويبقى عندنا مثلا لو في شوربه متاحه عندنا فنزودها فتبقى معانا شوربه. انا بحب اكلها كده زي بيوري البطاطس، فبتبقى في نفس الوقت لها طعم مختلف وكمان مغذيه. بعد ما الكفتة استوت ضفت عليها ربع كوباية من المية المغلية، وسبتها تغلي مرتين تلاتة، عملت معايا الصوص اللي انتوا شايفينه ده، وضفته على الوش. طعمه بجد تحفة جدا جدا. تخيلوا الوجبة دي انكم تاكلوها وفي نفس الوقت تخسوا، والله طعمها حلو قوي. عايزين تزودوا معاها حاجة، ممكن تزودوا معاها كمان ربع رغيف من العيش البلدي، هتكون حلوة قوي. واخر وصفه معانا من اكتر الوصفات اللي قعدت فتره كبيره جدا ما باكلش غيرها، وجبه غداء. مع اختلاف بقى، انا ممكن مثلا ابدل اللحمه النهارده بفراخ، ممكن المره اللي بعدها بدل ما هعمل لحمه مفرومه ممكن اعمل معاها مثلا كفته، وتكون الحجم بتاعها كور كده صغيره. يعني بغير فيها كتير قوي، المهم ان الطعم كله على بعضه كده بجد حلو قوي. محتاجين هنا لحمه مفرومه، زبادي، وانا ضايفه عليه هنا تومه مفرومه ناعم، فلفل الوان مقطعينه مكعبات، بصل متوسطه مقطعينها مكعبات، طماطمايه وسط ومقطعاها مكعبات كمان، ملح وفلفل وكمون، مش عايزه اكتر من كده. ممكن نزود بس بهارات مشكله، بهارات الكيجن او السبع بهارات بيكونوا حلوين. في حله على النار تكون سخنه ضفت فيها معلقه من الزيت، ممكن ما اضيفش معلقه الزيت ويكون كفايه عندي الدهون اللي هتطلع من اللحمه. مش هقعد اقلب اللحمه لوحدها بعد كده اضيف بقيه المكونات، لا كل حاجه على بعضها هضيفها هنا. هضيف كل الخضار اللي انا قلت لكم عليه وكل المكونات اللي انا قلت لكم عليها. ممكن هنا كمان اقطع مكعبات من اي خضار انا حباه، ممكن ابشر جزر واضيفه هنا. تقدروا تضيفوا فيها حاجه النهارده تبقى بطعم، كل مره تقدروا تتغيروا في الطعم بتاعها. طبعا انا ما ضفتش هنا الزبادي، الزبادي هنا كان لوحده عليه توم، والطماطم عليه توم، فاكيد الاتنين مش هيضافوا في نفس الخطوه دي. لو مش حابين طعم التوم يبقى باين قوي، اكيد نقدر نبدله بالثوم البودر.
ضفت عليه كمان رشه من الملح ظبطته، وعليه كده معلقه صغيره خالص من الزيت، وقلبت كل حاجه مع بعضها كويس جدا، وسبته شويه عشان الطعم يتجانس مع بعضه. في اوقات بقطع معاه كمان بطاطسايه وسط مكعبات صغيره بنفس الحجم كده اللي انا مقطعه بيه بقيه الخضار، كوسايه، جزرايه ابشرها اقطعها مكعبات اللي موجود عندي. وده شكل اللحمه المفرومه بعد ما استوت مع كل الخضار، ضفتها وضفت عليها الصوص اللي انا عملته من الزبادي. طعمه بجد تحفة قوي قوي. عايزين تزودوا شوية ممكن تاكلوا معاه رز يكون حاطين معاها منكهات، ورق اللورا، القرفة، الحبهان، ما يبقاش فيه كمية زيوت، هو مجرد بس سلقينه مع المطيبات دي كلها. ممكن ناكل ربع رغيف من العيش البلدي معاها. كده نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وصفات النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.